كل الفروع اللي بنسمعها، كبده مخ الشرقاوي، حسين الشرقاوي، سيد الشرقاوي، فؤاد الشرقاوي، مدحت الشرقاوي، كل دول فيك، كل ده فيك. في فرق في السعر، في فرق في الطعم، وفي فرق في كل حاجه. صدمه كبيره ومفاجاه في نفس الوقت. بقالي فتره كبيره بدور على كبده ومخ الشرقاوي الاصلي مين وفين وعنده كام فرع، وحط تحت الاصلي دي 100 خط. فما تنساش بقى تعمل سيف للفيديو عشان نعرف مين هو، عشان كل اللي فات ده اللي احنا كناه اتضحك علينا وانا اولكم. فتعالوا نشوف بقى مين هو. المكان فيه قاعده بره كده صغيره وقاعده جوه مكيفه زي ما انتم شايفين، والمطبخ مفتوح وانت واقف بتتفرج الاكل بيتعمل. فانا بحب الحوار ده الصراحه عشان النظافه بتبان بقى من اول الكبده وهي بتتعمل، والمخ وهي بتقلي، والمنظر وهو بيتحضر قدامك، وهوب سكالوب بقى كل حاجه بتترص على الترابيزه. طلبت كبده بالرده ومخ وسلطات بقى، بتنجان وسلطه خضراء وسلطه كبده وخيار، وما تكملش بقى غير بويسك حلال. كده كله جاهز وانا جاهز، يلا بينا. ويلا بينا. بسم الله. بصوا الكبده يا جدعان، طبعا كبده اساس الطحينه. بسم الله. طعمه مختلف تماما، يعني فعلا البلدي مش من البلدي بيفرق، بيبان. خش بقى على المخ، ده مش مخ، ده زبده، هي حرفيا بتدوب. وزي ما قلت لكم الطحينه اساسي، مخ بالطحينه طعمه بيروح في حته انتوا عارفينها. واساسي بقى سلطه الكبده اللي نفسي لحد دلوقتي اكتشف سر السلطه دي ايه الصراحه، بتتعمل بطريقه نفسي اعرفها. فيها حته كبده كده اوف وسنه سبايسي جامده قوي. خيار مخلل. نعمل بقى سندوتش ميكس كده ابن لذينه مع معلقه طحينه، لا قصدي طبق الطحينه كله وحته بتنجان كده. السندوتش بقى ديناميت. بسم الله. مجرم مع وسك حلال. اظن كده انت مش عايز حاجه تاني. لون الكبده باين قوي ان الزيت نظيف، الكبده طعمها باين قوي ان هي بلدي. سلطه الكبده فيها حته كبده كده طعمها حلو قوي. السلطات بقى الطحينه اللي مظبوطه، خيار المخلل العالمي، البتنجان اللي طعمه تحفه، في سنه سبايسي كده، بتنجان جامد. نفس الكلام نعمل سندوتش مخ. ايه؟ حته مخ مع طحينه مع حته مخ تاني مع طحينه تالت مع سلطه كبده، طعمه الصراحه كان ولا كلمه. هعمل سندوتش بقى ميكس كده، كبده على طحينه، سلطه كبده مع حته بتنجان. نسيت اقول لكم ان انا كمان حطيت حته مخ. وبسم الله. مع بق ويسك حلال كده حرفيا اتعشت. متخيلين كل الفروع اللي بنسمعها، كبده مخ الشرقاوي، حسين الشرقاوي، سيد الشرقاوي، فؤاد الشرقاوي، مدحت الشرقاوي، كل دول مش الاصلي، كل دول تقليد بمعنى اصح. الاصلي هو واحد بس. السعر بيبان، الطعم بيبان، كل حاجه بتبان الصراحه. لو ركزت تفهم ان كل كلمه مظبوطه. ده بلدي وده مستورد، باينه قوي في الطعم وفي السعر. السلطات، طعم الكبده، طعم المخ زبده بيدوب، حرفيا بيدوب. ودي بقى اجابات لكل الاسئله اللي انت عايز تعرفها. مين الشرقاوي الاصلي ومين فروعه؟ كبده الشرقاوي في كام فرع في مصر؟ في فروع كتير قوي قوي قوي، بس احنا هنا الفرع الاصلي كبده ومخ بلدي، ده الوحيد في مصر، مفيش اي فرع تاني لينا خالص. يعني كبده الشرقاوي هو واحد بس؟ هو واحد بس. امال كل اللي احنا بنشوفه من 900000 كل فرع ده دول؟ فيك، كل ده فيك، كل ده ناس كتير يعني فاتحه محلات كده وبتاع، بس احنا هنا الفرع الاصلي. طب معلش سؤال، طب انتوا ليه سايبينهم؟ يعني دي اكبر غلطه ان احنا ما سجلناش المحل ده تجاري. واللي باين لك طبعا الفرق ان هنا كيلو الكبده ب 480، بره مثلا 250 300. يعني في فرق في السعر، في فرق في الطعم، وفي فرق في كل حاجه، وفي سلطات، سلطه الكبده، طحينه، كل حاجه في فرق. احنا هنا بقى لنا اكتر من كام سنه، يعني مثلا معديين ال 35 سنه. ما فكرتوش تفتحوا فروع ثانيه؟ لا والله احنا لازم نجيب الناس هنا عشان المكان والدنيا اجواء. طبعا طبعا. كبده ومخ الشرقاوي الاصلي هو واحد بس، اللي في شارع الجيش اللي قدام مدينه نصر جنب كباب النصر، ده الوحيد. انت متخيل؟ عايز اقول لكم ان المعلومه دي كانت شغلاني جدا، واكيد شغله ناس تانية. ما تنساش بقى تعمل سيف للفيديو ومنشن لصاحبك ولايك وفولو بقى والكلام ده، وقولوا لي في الكومنتس لو في حاجات تانية شبه المعلومات دي، فروع اصليه، فتح كام فرع، الكلام ده كله.